هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ مبسوطة انكم مكملين معايا في سلسلة تحليل شكل الوجه. والنهاردة جايين نكمل مع الوجه المستدير، واحد من اكتر الاشكال اللي بيتميز بنعومة وملامح طفولية جميلة جدا. بس عشان نبرزه صح محتاجين نختار بعناية، سواء ستايل الشعر او لفات الحجاب، المكياج او الاكسسوارات. هنقول النهاردة كل اللي يليق على الوش المستدير واللي لازم تبعدي عنه. ولو مش متأكدة ان ده شكل وشك، ضروري ترجعي تشوفي الفيديو الاول من السلسلة اللي شرحنا فيه كل انواع اشكال الوجه وطريقة التحديد بالمقاسات والنظر. هتلاقي الرابط تحت في الوصف. ويلا بينا نبدأ ونفكركم بملامح الوجه المستدير. في الوجه المستدير بيكون عرض الوجه قريب جدا من طوله، والخدود بتكون ممتلئة وبارزة، والدقن بيكون قصير ومدور، مفيش زوايا حادة، كله ناعم ومنحني، والجبهة وعظمة الخد والفك تقريبا بيكونوا نفس المقاس. الشكل العام كمان بيكون ناعم وبريء وطفولي شوية، وده جماله. ويلا نبدأ نعمل له ستايلينج الخاص بيه. اولا تسريحات الشعر المناسبة، اللي بفضل الشعر المدرج بطبقات طويلة او التموجات الخفيفة او الويفي الجانبي، وممكن تعملي غرة جانبية طويلة او ستايل كورتين بانكس، وكمان تسريحات اللي بتكون بفرق جانبي، وممكن شينون منخفض مع خصل سايبة على الجنبين. وابعدي عن الشعر القصير جدا مفيهوش اي طبقات، وبلاش تعملي الفرق في النص مع غرة مستقيمة. واي تسريحة بتزود عرض الخدين اكتر زي النفخة الجانبية. وفي ربطات كمان للشعر بتكون لطيفة زي ديل الحصان العالي مع خصل سايبة على الجوانب او الكعكة المرتفعة. والغير مناسب من الربطات بيكون الكعكة المنخفضة بدون اي خصل سايبة. ولفات الحجاب، اختاري لفات الحجاب تكون بسيطة وتكون بتبرز جزء من الجبهة، والطرحة تكون ملفوفة بشكل نازل على الجوانب مع فتح بسيط من عند الخد، يعني تشديها لورا شوية. واللفات يكون فيها ارتفاع خفيف من فوق او حجم من ورا. وكمان ابعدي عن اللفات اللي بتغطي الخدين تماما او تكون مضمومة قوي على الوجه. كمان يستحسن بلاش الطبقات كتير تكون حوالين الخد لانها هتزود العرض اكتر. والنضارات المناسبة معاه هي النضارات المربعة او المستطيلة، والنضارات اللي باشكال بزوايا حادة شوية، والنضارات الكات اي الرفيعة. وبيكون غير مناسب تماما النضارات المدورة بالكامل او الاطار الصغير جدا او الكبير قوي. والياقات المناسبة معاه الياقة الفي العميقة أو المتوسطة، والياقة السكوب، والياقة المربعة. والغير المناسب بيكون الياقة العالية جدا أو الياقات الضيقة أو المعلقة تماما. وللمحجبات ياقة في متوسطة أو عميقة مع لفة طرحة بسيطة بتمد شكل الوجه وبتقلل من استدارته. كمان ياقة السكوب بتدي خفة وأناقة وبترتاح حوالين الرقبة. المهم اللفة ما تكونش مضمومة على الخدين، وتجنبي الياقات المقفولة تماما زي التيرتل نيك أو اللفات اللي بتزود عرض الوجه. والاكسسوارات المناسبة نختار حلقان طويلة او متوسطة بطول عمودي، وكمان نختارها يكون فيها زوايا هندسية او خطوط مستقيمة. والسلاسل تكون طويلة وعلى شكل حرف الواي تقريبا، او تكون فيها قلادة بسيطة. ونبعد عن الحلقان المدورة الكبيرة، وكمان الاكسسوارات الضخمة اللي بتكون مفرغة حوالين الخدين، وكمان السلاسل الشوكرز. وطبعا انا مش بتاعت ميك اب، بس بقول شوية تيبس خفيفة كده عنه. فالافضل ان احنا مع الوش المدور نستعمل كونتور خفيف عند اطراف الخد عشان نحدد الزوايا، ونعمل هايلايت يكون على الدقن والانف والجبهة علشان نركز في السنتر. والايلاينر نعمله بسحبة صغيرة مرفوعة لفوق، ما يكونش ممتد بزيادة. والبلاشر نحطه كمان على اعلى الخد وينسحب للخارج، وكل ده علشان نحاول نتجنب ان احنا نعمل عرض اكبر للوش. والغير المناسب هو توزيع البلاشر بشكل دائري على الخد بالكامل، والكونتور العميق حوالين الدقن او تحت الخد بشدة، لان ده هيزود معانا العرض. ودي كانت كل التفاصيل عن الوجه المستدير. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، واتمنى يكون فعلا مفيد ويساعدك تقدري تبرزي ملامحك بافضل شكل يديك الثقة والراحة. وزي ما بنقول دايما يا مبدعات، الجمال مش في الشكل المثالي، الجمال في التوازن والثقة. كل وش فيه ميزة، وشكل وشك هو جزء من هويتك، والمهم انك تعرفي تبرزيه بطريقتك مش تغيريه. لو وشك مدور قوليلي في الكومنت لو حسيتي ان النصايح دي فرقت معاكي، ولو مش متأكدة من شكل وشك اكتبيلي وهنحلها سوا. ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان الفيديو يوصل لبنات اكتر، وسبسكرايب للقناة علشان تتابعي كل الفيديوهات الجاية. باي باي يا مبدعين، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.